هاتي بوله غويطه وتعالي هنعمل فراخ مشكله. هننزل في البوله ديت ب3 معالق كبار من المستردة، وعليهم 3 معالق من صلصه طماطم المعلبه، ومعلقتين من الصويا صوص، ومعلقتين من دبس الرمان. الكلام ده هيكفي معايا فرختين. لو هتعملي فرخه واحده يبقى تنصصي معلقه ومعلقه ومعلقه ونص ومعلقه ونص. بالنسبه للتوابل بقى هنحط ملح وفلفل وزعتر وشويه من الجنزبيل وتوم باودر وبصل باودر وحبهان وسماق، وكتري السماق شويه عشان بيدي مزازه حلوه. حطيت للفرخه الواحده معلقه كامله، وشويه من البابريكا برضو ظريفه جدا في الوصفه ديت، وربع كوبايه من زيت الزيتون. التتبيل الفرخه الواحده من التوابل نص معلقه، الفرختين حطيت معلقه كامله. قلبي بقى، قلبي كويس كده لحد ما تاخدي المنظر اللي انا شايفاه دوت، وجيبي الفراخ وقطعيها، وابداي بقى ايه، قلبي الفراخ مع الخلطه ديت لحد لما تتجانس معاها وتبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هي شكلها مش عاطفي الصراحه يعني، بس الطعم النهائي والشكل النهائي بصراحه خطير، فخليكم معايا للنهايه. اوكي، قبل طبعا ما اتبل الفراخ انا كنت واخده 3 معالق من الصلصه دول ركناهم على جنب. ما الفراخ مش هتاخد لوحدها، لازم بردك الخضار نحط له صلصه ولا ايه. جبت بقى ربع كيلو من الجزر، وزيهم من الكوسه، البطاطس، ممكن تحطي بسله، ممكن تحطي فاصوليا خضراء، يعني الخضار اللي تحبيه. الخضار في الوصفه ديت مش اساسي، يعني الخضار المشكل اللي تحبيه. ممكن ما تحبيش الجزر الغيه، ما تحبيش البطاطس الغيها. ف يعني حطي اللي انت بتحبيه والكميه اللي انت تقدريها. ممكن بردك تاخدي كميه اقل من الربع كيلو. قطعتهم بالسكينه دي عشان تديني شكل حلو كده، وقطعتهم طويل شويه، وجبت عليهم بصلتين كده وقطعتهم معاهم علشان يتحملوا معايا النار ووقت تسويه الفراخ. قلبي بقى كل الخضار ده في بعضه. طبعا الخضار ده قبل ما تقطعيه تغسليه وتنضفيه، ونجيب بقى معلقتين التتبيله بتاعتنا الخطيره ديت ونقلب فيها الخضار. والله برده شكله مش عاطفي بس قشطه يعني، صدقوني في الاخر الدنيا هتبقى ظريفه جدا. قلبنا الخضار دوت مع التتبيله الخطيره ديت، ونركن بقى الكلام دوت. نجيب الفراخ اللي سيبناها تتبل ديت ساعه والخضار. بتجيبي كيس الحراري اللي بينفع يدخل الفرن دوت، ونبدا نحط في الاول الخضار. ممكن نبدا بالفراخ، بس لا، انا عايزه اقول لك ليه ابداي بالخضار، لان الخضار هينزل عليه الصوص بتاع الفراخ والميه بتاعتها والكلام ده. زائد كمان ان هو لما بيبقى فوق الفراخ، يعني الفراخ من تحت وهو اللي من فوق، الفراخ ما بتاخدش لون كويس، وبتضطري بقى تفتحي الكيس وتطلعيها وتسيبيها من بره تحت الشوايه وكده. انما هي من فوق الخضار هتستوي، وهي هتستوي وهي هتتحمر وهي في قلب الكيس. حطيتهم في صينيه الومنيوم او تيفال المتوفر عندك، وبديله كده كام خرم بسيط بالسكينه علشان ما يفرقعش. واجيب ميه مغليه، ضروري الميه تبقى مغليه، ما تبقاش ميه بارده، وبنزل عليها كده بمعلقتين صغيرين من الخل علشان الصينيه بتاعتي ما تغيرش. الميه لما هتسخن هتخليها تغير، الخل مش هيخليها تغير. بعد ساعه ونص في الفرن بتطلع معايا بتبقى تحفه كده. بصوا شكل الفراخ عامل ازاي، زي ما قلت لكم طول ما هي فوق هتتحمر. اوكي، هركنها بقى على جنب لانها سخنه جدا، وابتدي اغرف. بنطلع الفراخ الاول من الكيس بتاعنا، ونطلع بعد كده الخضار. تقدري طبعا تفرغيهم في صينيه، تفرغيهم في حله، تفرغيهم في اي حاجه، وافصلي، لان الفراخ هتطلع لك متحمره مشويه تحفه، ولا سلق ولا تحمير ولا اي حاجه، في قلب الكيس واستووا، وهي صينيه واحده بس اللي اتوسخت. وتقدري بقى طبعا تعملي معاه ايه، نعمل معاه رز ابيض، رز بشعريه، رز بسمتي، شوربه لسان عصفور، حلو جدا. هي بس لو الوصفه دي فيها عيب وحيد في انك انت ما بتاخديش شوربه، لان الفراخ بتنزل الشوربه بتاعتها في قلب الخضار فبيستوي من طعمها. بس في النهايه الطعم نهائي، والشكل زي ما قلت لكم في النهايه هيبقى ايه، عاطفي جدا. بصوا شكله عاطفي ازاي، والخضار روعه. بجد الوصفه دي حلوه قوي، الفراخ سهله وطريقتها سهله. اتمنى تجربوها، ومنقذه جدا في العزومات، وتسويتها حلوه قوي. طيب السؤال المحير، لو طلعت الفراخ ما كانتش اتحمرت، او الجزء اللي فوق اتحمر واللي من تحت ما اتحمرش، او الصوص بتاعها بصوا شكله عامل ازاي، تحفه. بسيطه خالص، انت بتجيبي صينيه او اي شبكه كبيره، وتفردي فيها الفراخ وتحطيها تحت الشوايه 5 دقايق، هتطلع معاكي زي الفل. مش هتحتاج تقعد كتير في النار، لان هي اوريدي مستويه، مش محتاجين حاجه غير ان احنا نديها لون بس، وتبقى معانا كملت كده وجهزت. نقدر طبعا نعملها فراخ سليمه من غير تقطيع، بس التقطيع هيبقى اظرف، وهتتلون كلها بلون واحد اسرع جوه الكيس. لو عجبكم طبعا الفيديو بتاعنا وحابين تجربوا الوصفه وتشوفوا وصفات تانية، اعملوا لايك ومتابعه للصفحه، ويا ريت تتابعوا على قناه اليوتيوب. لو بتتابعوا ما بتتابعوش مش مشكله. واقول لكم سلام، واستنوا الفيديو جديد حلو اكيد. مع السلامه.